تفضل شيخ أبو عائشة النووي. لماذا سمى ابن عباس هذه الحادثة بالرزية؟ أنه سماها رزية، اجتهاد. لكن عمر رضي الله عنه أفقه من ابن عباس وأعلم منه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع لرأيه، لرأي عمر رضي الله عنه. وين رجع لرأيه؟ وين رجع لرأيه؟ ما كتب الكتاب، ما كتب الكتاب، غير الله قال، والنبي قال ولا ينبغي عند نبي تنازع فطردهم النبي. ما في طرد ولا شيء. شلون طرد؟ النبي يقول قوموا عني. شنو قوموا؟ الفعل قوموا ليس معناه طرد. اللغة العربية المتأمل فيها يجد أنها لغة في الكلمة الواحدة لها عدة معاني. كلمة قوموا هنا، قوموا عني، لا يفهم منها الطرد، لأن أساليب الطرد معروفة. شنو يفهم؟ لما أريد أن أقول لك اخرج عني، هذا الطرد. اغرب عني، هذا الطرد. قوموا عني شنو يعني؟ قال النبي قوموا عني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. أما أن كلمة قوموا هذه ليست طرد. انتقلي من هذا المكان إلى مكان آخر حتى تهدى النفوس. الاختلاف كلامك صحيح حجوات بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت. ما حصل اختلافات ومناقشات وآراء بين النبي والصحابة، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس ديكتاتوريا ولا ينفرد بالرأي بنفسه. فإذا هو شريك مع أصحابه في هذه النبوة والرسالة. نعم أحسنت. سبب الخلاف وسبب التنازل. حياكم الله حجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهموا الأمر، حياكم الله، فهموا الأمر فهما على أنه ليس أمرا واجبا، إذ لو كان واجبا لما ساغ أن يختلف. لا، إذا ما لم يكن واجبا إيش كان أبو عائشة؟ إذا لم يكن واجبا مستحب، صح؟ الآن النبي يحب، عمر حب اللي يحب النبي لو لا؟ نعم، عمر يحب ما يحب النبي. الآن سؤالي، هل عمر حب أن ينكتب الكتاب لأن النبي يحب هذا لو ما حب؟ أحسنت، سؤال جيد جدا. والجواب لماذا وجد عمر في هذه اللحظة رضي الله عنه؟ لماذا وجد؟ ولماذا الله عز وجل هيأ أن يكون عمر رضي الله عنه موجودا في هذا الأمر في هذا الوقت؟ وين الجواب؟ هذه رحمة من الله بالأمة. الآن عمر هل أحب ما يحب النبي ولا خالفه؟ نعم، أحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المفروض يقدم، عمر المفروض يقدم. أحسنت، ولهذا قال غلبه الوجع شفقة عليه من الكتابة، لا منع الكتابة، شفقة. لا أعرف أي حب يتحدث عنه وأي شفقة يتحدث عنها. أن أستغل مرض شخص ما وعجزه وأن أقهره عندما يطلب أي شيء ولا أقدمه له لأنه عجز آنذاك أن يفعله أو أن يقوم به، فلا أدري أين هو الحب. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، قدمت قبل قليل بحث أتيت فيه بأحاديث من كتب الصحاح لأهل السنة، وأتيت فيه بأقوال علمائهم. والأستاذ الآن أبو عائشة، الشيخ أبو عائشة يقول أن أراد التخفيف وأن الأمر عادي ليس هنالك أي إشكال. لكن يا أستاذي الكريم، نسيت أن عمر قال أن النبي يهجر. معنى الهجر أي الهذيان، أو أنه يقول أمورا غير معقولة. هنا أنا لا يهمني من قال ولماذا قال، ما يهمني نبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يهمني هو أن أدافع عنه. لا جننتونا قسما بالله. النبي مسحور،
النبي يهجر ويهذي ويقول أشياء غير عقلانية. النبي يتردى من شواهق الجبال يريد أن ينتحر. النبي ماشي بالشوارع شاف لها يتيمة قال لها تعالي هنا أنت كبرتي، لا كبر سنك. النبي ماسك أصحابه والمؤمنين يدعو عليهم بغير حق، يشتمهم ويسبهم بغير حق، وبعد ذلك يقول لهم هذه زكاة ورحمة فقد شاركت ربي على ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا لم يعد بنبي. يا ناس جننتونا. هذا بخاري ومسلم وابن تيمية وهذا أبو عائشة، وهؤلاء الذين يمشون على هذا الدرب ويقولون بهذا القول ويؤكدون هذا على النبي. هل هذا النبي بهذه الصفات أم لا؟ ويأتي أبو عائشة وغيره ويؤكدون أن هذا النبي ليس بعاقل، نبي حاشا سيدي ومولاي رسول الله مجنون، نبي ليس في مداركه العقلية. أنا أقول هذا الذي ذكر الرواية قال حسبنا كتاب الله، أنا أقول حسبي الله في من قال حسبنا كتاب الله، وأقول حسبي الله على من كتب ونقل هذه الأحاديث، وأقول أيضا حسبي الله على من وافق عليها وانتهجها ونسبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودافع عن من قالها.